بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده بنات هعمل معاكم الصينيه الجميله ديت. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنعمل مع بعض ممبار وبانيه وبدنجان بقى مشكل فلفل وكوسه. بسم الله ما شاء الله. وهعمل كده معاكم طبق ملوخيه. يا ريت بقى اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش في لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل اي حاجه توصل لكم ان شاء الله. واهم حاجه يا بنات ما تنسونيش في اللايك، لان اللايك ده بصراحه هو اللي بيرفع الفيديو معايا. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله، بصراحه الصينيه تفتح النفس. طبعا يا بنات شفت الممبار طريقه سهله وبسيطه جدا. يا ريت بقى نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة مع بعض. طبعا يا بنات انا اول حاجة كده معايا انا جبت كده حلة على النار. طبعا انا عايزين نعمل كده شوربة دي اللي انا هعمل بيها المحشي بتاعي. طبعا انا عندي هنا فراخ كده بلدي غسلتها كويس جدا ونقعتها كده بمية وملح وليمون. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده لمدة ساعة. طبعا بقى انا حطيت كده في الشوربة بتاعتي طبعا طماطمايه وبصلايه ولورا وحبهان. زي ما انتم شايفين كده يا بنات انا جبت البتنجان كده وقورته وغسلته كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى الكوسه هي زي ما انتم شايفين هي يا بنات بسم الله ما شاء الله. ومعايا برضو الفلفل ومعايا البتنجان. دي يا بنات الخضرة هنا انا غسلتها كويس جدا وقطعتها زي ما انتم شايفين هنا. ومعايا هنا 4 بصلات قطعتهم برضو كويس. وده يا بنات الممبار انا جبته بصراحة مغسول من عند الراجل. طبعا انا معايا بنات هنا في شوية خل كده وليمونتين مع لتر مية. طبعا سبته بنات لمدة ساعة كده عشان الزفارة اللي فيه. طبعا بقى ملوخية جميلة هي برضو جبتها كده وقطفتها وغسلتها سبتها برضو تنشف كده يا بنات. طبعا انا عندي هنا برضو طماطم كده انا عصرتها كده في الخلاط كده وصفيتها. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. طبعا يا بنات انا عندي كده حله كده على النار انزل عليها كده بشويه زيت كده محترمين بتاع نص كوبايه زيت. ولو انتي بتحبي تستعملي في التسبيكه بتاعتك سمنه على زيت مفيش مشكله. المتوفر عندك اي ماده دهنيه حطيها. طبعا انا عندي هنا بنات 3 4 بصلات كده قطعتهم زي ما انتم شايفين كده ونزلت بيها كده على الزيت. طبعا يا بنات هقلب كده في البصلايه بتاعتي لحد ما البصلايه تدبل معايا. انا مش عايزاها تتحمر، هي دوب تدبل بس كده معايا. طبعا انا عندي هنا بنات معلقه كده توم مفروم بتدي تست عالي اوي لتسبيكه المحشي معايا وبيبقى الريحه جميله اوي بسم الله ما شاء الله. طبعا هبدا برضو ان انا اقلب كده في التوم والبصل لحد ما يدبل معايا. طبعا يا بنات انا عندي الطماطم بتاعتي زي ما قلت لكم انا غسلاها كويس جدا وعصرتها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. طبعا نزلت بيها كده على البصل والثوم. زي ما قلت لكم يا بنات انا ما بخليش البصل يحمر معايا، انا بسيبه بس يا دوب يدبل كده وانزل بيه بمعلقه الثوم وانزل بيه بالطماطم. خلاص يا بنات الشوربه هي خلصت معايا. دي اللي انا هعمل بيها اللي انا اشرب بيها المحشي بتاعي. والتسبيكه برضو هي خلصت معايا زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا احيق بنات التسبيكة بتاعتي. طبعا انا عندي هنا ملح وفلفل وكمون وبهارات محشي. طبعا يا بنات معلقة كده من كل حاجة. طبعا الملح طبعا على حسب الرغبة بتاعتك ده يعني انت اللي هتحيقيه طبعا على حسب كمية التسبيكة بتاعت المحشي اللي عندك. طبعا يا بنات التسبيكة بتاعتي انا عاملاها بصراحة بزيادة فانا هنقص كده شوية لو احتجتها خدها.
طبعا يا بنات الخضره بتاعتي الجميله زي ما انا قلت لكم كده، انا جبتها غسلتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا نزلت بقى بكميه الخضره اللي عندي، طبعا عباره عن شبت وكزبره وبقدونس. طبعا بقى يا بنات انا غسلت الرز كده وقلبته كويس جدا وهو على النار. هبدأ بقى يا بنات ان انا احشي كده الكوسة والفلفل والبتنجان بتاعي. طبعا وانا بحشي يا بنات ما منيش البتنجانة للاخر، يعني اخليها مهوية كده عشان لما انزل بيها بالشوربة ما تبقاش الرز طالع بره البتنجانية. يعني احاول ان انا اخليها كده مهوية كده من جوه، اتكة كده على البتنجانية كده عشان تديني هوا من جوه. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله، انا عايزاها مهوية كده. خلاص يا بنات انا هخلص كده كل الكمية اللي معايا ديت. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بنفس الطريقة سواء البتنجان او الكوسة او الفلفل ما ملهوش للاخر، يعني اخلي فيه كده شوية كده بحيث ان هو لما يجي يزيد معايا ما يطلعش بره البتنجانة او الفلفل او الكوسة. انا ماشيه خطوه بخطوه كده لاي بنوته كده لسه ما دخلتش المطبخ. انا عارفه ان كل ست بيت شاطره جدا وبتعمل احسن مني كمان، بس انا بعمل الفيديو دوت لاي بنوته كده لسه بتتعلم المطبخ. طريقه جميله قوي وسهله وبسيطه وداخله معاكي كده وانا ماشيه معاكي كده خطوه بخطوه زي ما انتم شايفين. خلاص يا بنات انا خلصت كميه الباذنجان والفلفل الكوسه اللي معايا. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بقى هبدا ان انا احشي كده الممبار بتاعي. طبعا زي ما انا قلت لكم يا بنات انا جايباه مغسول كويس جدا. طبعا انا غسلته برده تاني كده ونقعته كده في خل وليمون. هبدأ بقى يا بنات ان انا امسك كده المنبار بتاعي كده بايديا كده بصوابعي وادخل برضو كده واحدة واحدة، وابدأ برضو يا بنات ان انا مملهوش للاخر عشان ما يتحط في قلب الشوربة بتاعته ما يفرقعش منك في قلب المية او في قلب الشوربة. انا عايزه اقول لكم يا بنات ان لما بتيجي تحشي الممبار والله بيبقى سهل جدا. في ناس كده بتستصعبه وفي ناس بتجيب قمع بيبقى صعب بصراحه. هي تمسك الطرفين كده من قدام وبصوابعها وتقوم مدخله الرز جوه الممبرايه. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه اقول لكم يا بنات ان الكميه اللي عندي دي ما خدتش مني وقت خالص. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. خلاص يا بنات انا خلصت كميه الممبار اللي عندي. طبعا بقى اجيب حله كده على النار يا دوب هي تغلي بس كده، وانزل بيها برضو كده بمكعب ماجي او اتنين، وانزل كده بطماطمايه وبصلايه وحبهان وورق لورا. اكني بحيق شوربه بالظبط، كأنك بتعملي شوربه محشي، شوربه فراخ، شوربه لحمه. خلاص يا بنات المية هي غليت معايا. طبعا انزل كده بالممبار بتاعي كده. طبعا يا بنات لازم المية تغلي معاكي علشان خاطر الممبار الجوانب بتاعته تتقفل، لان في ناس بتقوم رابطه بخيط من الجوانب من هنا ومن هنا. لا انا بخلي المية تغلي خالص واقوم نازله الممبار بتاعي. بصراحه بيقوم الاطراف بتاعته بتقوم لازقه ببعضها. طبعا انا عندي حله بنات على حسب كميه الممبار اللي عندي، عشان ما ينفعش ان انا يبقى عندي كميه ممبار كبيره واحطها في حله صغيره. خلاص يا بنات زي ما انتوا شايفين كده يدوب كده الممبار اهو غلي غلوتين كده معايا لمده دقيقتين تلاتة ووطيت عليه النار خالص يستوي بقى براحته. طبعا انا قسمته كده على حلتين عشان الكميه بصراحه عندي كبيره. المحشي اهوت طبعا وزعته اهوت برضو كبنات على 3 حلل كده متوسطين. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله.
طبعا بقى يا بنات انا عندي شوربة الفراخ البلدي اللي انا سلقتها معاكم. طبعا نزلت كده بمعلقتين 3 سمنة بلدي كده على الشوربة. وطبعا الشوربة لو هي عايزة ملح طبعا حيقتها. طبعا يا بنات انزل كده زي ما انتوا شايفين كده على المحشي كده كله. انا عايزه اقول لكم يا بنات ان انا المحشي دوت، انا الفيديو دوت انا بصوره بصراحه يعني بعد ما كان كده المحشي. انا عايزه اقول لكم ان بصراحه الاكل بصراحه يفتح النفس. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. ما خدش مننا وقت خالص. طبعا يا بنات المحشي اهوت بعد ما استوى. طبعا والملوخيه الجميله هي بتاعتنا. طبعا بقى ديت يا بنات كده طاسه كده عشان اقلي فيها كده الممبار. طبعا بقى يا بنات انا جبت كده معلقتين كده او 3 سمنه ونزلت كده بيها بمعلقه توم كده مفروم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي طشه الملوخيه بتاعتي. خلاص يا بنات زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله الصينيه جهزت معايا. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا كان عندي بنات بانيه كده بردك قليته لان انا عندي فيه جزء بيحب فراخ وفي جزء بيحب بانيه. ياريت بقى اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش في لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل اي حاجه توصل لكم ان شاء الله. واهم حاجه يا بنات اللايك الجميل اللي زيكم. وياريت بقى تدعموني كده وترفعوا الفيديو معايا. وبألف هنا وشفا للي شاف الطريقه وعمل زيها. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.